عاملين ايه النهارده؟ انا معاكم في فيديو جديد هنعمل مع بعض طريقه الهمبرجر الاقتصادي. معايا المقادير دلوقتي هقول لكم عليها. معايا نص كيلو برغل، وده اساسي في الوصفه. انا غسلته وصفيته، بس ما نقعتوش. في الوصفه ديت مش لازم ان انت تنقعيه. نص كيلو برغل مغسول ومتصفي كويس قوي. معايا حوالي نص كيلو بصل او 5 بصلات او 6 بصلات اهوت كده بالشكل ده. معايا كيلو لحمه مفرومه. معايا توابل، بابريكا كميه كبيره، حوالي معلقتين كبار بابريكا، معلقتين صغيرين فلفل اسمر، معلقه توم باودر، معلقتين ملح. بعد كده بتظبطي الملح حسب رغبتك. معايا كيس بيكنج باودر، ده اساسي في الوصفه البيكنج باودر. دلوقتي هنقطع البصل دوت قطع صغيره ونعمله في الكبه، او تعملي بيه المبشره لو ما عندكيش كبه. انا قطعت البصل بالشكل دوت قطع صغيره، وكمان لازم وانت بتقطعي البصل تشيلي القطعه ديت، تبقى الناشفه دي، عشان ديت مش عايزينها. اول حاجه انا هاخد كميه البصل هنا واعملها في الكبه ناعم قوي، لازم تعمليها ناعم قوي. احنا هنعمل دلوقتي طريقه عمل الهمبرجر الاقتصادي. هيوفر معاكي وهيديكي كميه كبيره من الهمبرجر. ممكن تقسمي الخلطه ديت، ممكن تعملي منها كفته، ممكن تعملي منها بانيه اللي هو الكداب اللي هو بيتعمل باللحمه المفرومه، ممكن تعملي كوبيبه. اي وصفه حابه تعمليها تكون بتتكون من اللحمه المفرومه ممكن تعمليها من الخلطه دي، بس انا هعمل بالخلطه دي دلوقتي، هعمل بيها كميه كبيره من الهمبرجر. كميه البصل حوالي نص كيلو بصل. انا دلوقتي خلاص ضربت البصل كويس جدا لحد ما حسيت ان هو بدأ ينزل ميته كده، وانا محتاجاه يكون ناعم قوي كده، عشان انا هنقع فيه البرغل عشان يطريه، فلازم يبقى فيه ميه، ولازم تبقى كميه البصل كبيره معايا اهو. انا فاضي هنا كده، يعني لازم اتاكد ان هو منزل ميه كده معايا وانا بعصره، يبقى فيه ميه كده كده. هبدأ بقى انزل فيه البرغل دوت اللي انا غسلاه ومصفياه. خلاص كده انا فضيت البرغل على البصل وهبدأ اقلبه فيه. والبصل اللي هنا انا حاطاه كده عشان هيبقى المادة اللي هي مثلا زي مادة النقع بتاعت البرغل هيتنقع معاك كده، وهدعكهم مع بعض كويس. الاول هضيف التوابل اللي هي البابريكا، بابريكا مدخنه، بابريكا عاديه اللي عندك، بس لو بابريكا مدخنه افضل، بتدي ريحه حلوه مع الهمبرجر. الفلفل الاسمر اهوت، كمان الثوم البودر، الملح. هضيف كل ده. لازم البابريكا تكون كميه كبيره عشان تدينا لون حلو، لون محمر كده، عشان تبقى شبه اللحمه، يعني لما نيجي نضيف عليها اللحمه تبقى هما الاتنين مندمجين مع بعض. وهبدا اقلبهم كده وهفضل ادعك فيهم لحد ما يندمجوا في بعض كده. خلاص كده انا حطيت التوابل على البرغل على البصل ودعكتها كويس جدا كده اهي، اندمجت كلها مع بعض. وهغطيها لمدة نص ساعة لحد ما البرغل يطرى، وبعدين هضيف له اللحمة. خلاص كده البرغل طري معايا، هبدأ اضيف له اللحمة اللي عندي وهقلبها فيها. بس اول حاجة قبل ما اقلبها او ادعكها فيها هضيف لها بيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر كبيره او كيس بيكنج باودر، ودي ضروري في الوصفه دي. انا هبدا دلوقتي هضيف كميه من اللحمه على البرغل واضيفها في الخلاط، هضربها كده في الكبه قطعه قطعه عشان يندمجوا مع بعض كده ويسهل معايا، بدل ما افضل ادعك فيها بايدي هعملها في الخلاط. العجينه خلاص اهي، خلاص انا عملتها كلها في الكبه وعجنتها برضو شويه كتير بايديا كده اهي. البرغل ما بقاش موجود دلوقتي خلاص، اختفى جوه اللحمه، بقوا هما الاتنين حاجه واحده بالشكل ده. انا خلصت اللحمه المفرومه مع البرغل مع التوابل اهي بالشكل دوت كده، خلاص بقت مندمجه مع بعض كده. الانسجه بتاعتها تبقى مندمجه مع بعضيها كده، تعرفي ان العجينه معاكي خلاص بقت جاهزه.
انا هسيبها ترتاح لمدة نص ساعة، وبعد كده هبدأ اعملها معاكم بالاشكال الهمبرجر اللي احنا متعودين عليها، بس لازم تسيبيها ترتاح شوية معاكي. وهي كده دلوقتي ادتني كمية كبيرة قوي معايا، تضاعف حجمها، بقت حوالي 3 كيلو بدل من كيلو اهي. وديت هعمل منها كمية لرمضان، هي دي تعتبر من تفريزات رمضان، الهمبرجر دوت بكمية متضاعفة. العجينة خلاص خلصت معايا، هي عجينة اللحمة المفرومة بالبرغل اهي، خلاص بقت كده بالشكل دوت، اندمجت كلها مع بعض، والانسجه كلها بقت متداخله مع بعضيها كده. لما تلاقي كده الانسجه كده تعرفي ان العجينه خلاص بقت جاهزه معاكي، وان هي بقت عجينه سليمه. ودلوقتي انا هسيبها ترتاح لمده نص ساعه وبعدين اكملها معاكم. هبدا اضيف كيس خلطه للتوابل، خلطه توابل همبرجر هحطه عليها وهدعكها فيها كويس. الهمبرجر خلاص كده انا دعكته كويس وجهزته بالشكل دوت اهو، الانسجه بتاعته كلها بقت متماسكه كده، وبقت العجينه جاهزه ان انا اشكلها خلاص كده، وظبطت الملح بتاعها. هبدا دلوقتي هجيب هنا كيس بلاستيك وهفتحه كده بالشكل ده، وهحطه هنا في القالب بتاع الهمبرجر. لو ما عندكيش دوت ممكن تجيبي غطا بلاستيك وتشكلي فيه. انا هبدا احط هنا كده، هحط ده هنا، وهبدا اجيب عجينه كده بالشكل دوت والفها زي الكوره كده. انا هعملها تخينه شويه كده اهو بالشكل دوت، وهبدا احطها هنا وهطبطبها كده، وهبدا الف عليها احط عليها الكيس كده، وهبدأ كده اضغط بده عشان يديني قطعة همبرجر مستوية مظبوطة اهي. هبدأ ارفعها كده بالكيس اهي بالشكل دوت. هجيب هنا صينية ودهنتها زيت، وهبدأ ارص فيها القطع الهمبرجر كده. هنا قطعة الهمبرجر كده بالشكل ده، وهظبطها كده اهو، وهبدأ اغطيها كده بكيس البلاستيك كده، وهبدأ اجيب ديت وهدوس عليها كده عشان تشكل معايا اهو، تديني شكل منتظم اهي الشكل ده اهي. هبدأ اشيلها كده، ولازم نحطها في كيس بلاستيك عشان لما نيجي نشيلها تبقى سهلة معانا اهي اهي. واحطها هنا على الصينية. عندكمش القطعه اللي هي بتاعه الهمبرجر ديت، ممكن هنعمل في الغطا ده كده اهوت. هوريكم الطريقه ازاي. هناخد قطعه من اللحمه كده اهي، وهنحط برضو كيس البلاستيك معانا، وهنفرد دي كده، هنغطي بقى كده، هنغطي دي، هنغطيها بالكيس البلاستيك عشان ما تمسكش في ايدينا كده اهي، ونفرد كده. خلصنا اول طبقه من الهمبرجر بالشكل ده، وهنبدا نغطيها كده بكيس بلاستيك، وهبدا اضيف عليها الاجزاء التانية من الهمبرجر كده. احنا حطينا كيس البلاستيك هنا عشان طبقات الهمبرجر ما تلزقش ببعضيها كفاصل بينهم. خلصت كل المقدار اللي معايا بالشكل دوت، وحطيت بينه كده اكياس بلاستيك كعازل بينه وبين الطبقات الهمبرجر. وانا هحطه في الفريزر. لازم تحطيه في الفريزر لمده مثلا ساعتين او 3 او مده ليله كامله، وبعد كده تبداي تعمليه تاني يوم بالشكل دوت. لازم لما تيجي تعمليه يكون مجمد. انا هحطه في الفريزر وبعدين ابدا احمره معاكم. البرجر اهوت خلاص بعد ما حطيته في الفريزر من لمده ليله كده بقى اهوت كده بقى متماسك اهوت. انا هعمل منه جزء، والجزء التاني هشيله في الفريزر. والهمبرجر دوت هعمله من تفريزات رمضان، هشيل الجزء التاني لرمضان ان شاء الله اهوت. اعمل معايا كميه كبيره، كذا طبقه، كذا قطعه همبرجر بكيلو اللحمه المفرومه ونص كيلو البرغل. عمل لي كميه كبيره من الهمبرجر كده، وفرت عليا كذا طبقه.
وهو عمل معايا حوالي 30 قطعة همبرجر كبار اهو بالشكل ده. انا دلوقتي هبدأ احمر قطع الهمبرجر قدامكم. جبت طاسة هنا حطيت فيها شوية زيت قليلين، مكترتش الزيت، وهبدأ بقى احمره. الهمبرجر اهوت وانا بسويه على نار هاديه، ما ينفعش تسويه على نار عاليه عشان يبقى مستوي معاكي اهو بالشكل دوت. وبتقلبيه كل شويه. قطعه الهمبرجر اهي ما كشتش معايا. قطعه الهمبرجر اهي قطعه كبيره معايا. الهمبرجر خلاص استوى معايا، وهطلعه دلوقتي على منديل كده. لازم تطلعيه على حاجه تصفيه من الزيت. القطعه اهي كبيره اهي. خلاص كده اهوت دوت اللي انا هفرزه. هحطه في كيس او اقسمه في اكياس يعني، واشيله في الفريزر لرمضان اهوت. وده الشكل النهائي للهمبرجر اهوت بعد ما حمرته. وهقدمه مع عيش انا عاملاه دوت، العيش الشامي في الطاسه دوت انا عاملاه، وليه فيديو هتلاقيه على القناه عندي. وهقدمه مع شرايح طماطم وشرايح بصل، وكمان هقدمه مع سلطه خضار بالمايونيز، وهي مكونه من مايونيز وبطاطس مسلوقه وبسله وفاصوليا مسلوقين. دوت هقدمه مع الهمبرجر. وده الشكل النهائي للوصفه النهارده، وبالهنا والشفا. واتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى ان انتوا تعملوها يعني. وكل سنه وانتم طيبين.